اخر قرار اللي دارته الفيفا بالنسبه للمنتخب السنغالي، وحنا ما كرهناش يتطبق هذا القرار. هذا راه شبه رسمي، دابا راه تكتب صافي، راه تكتب، راه محطوط، خصو غير يتطبق. المدرب السنغالي توقف 5 سنين، 5 سنين يتوقف مدرب ديال السنغال، المنتخب السنغالي. الحارس السنغالي غيتوقف عامين ما يعاودش يلعب. اللاعبين اللي غادروا ارضيه الملعب غيتوقفوا عام، اللاعبين اللي غادروا ارضيه الملعب عام غادي يتوقفوا. وبروسي التغريم للجامعه السنغاليه 20 مليون دولار، 20 مليون دولار هي 20 مليار اللي غيحطوا بروسي. وسحب اللقب لدورة المغرب 2025، غادي تحيد لهم اللقب المنتخب السنغالي وغادي يولي لصاحب المنتخب المغربي صالح المغرب ان شاء الله باذن الله ربي كبير. والحرمان من المشاركه في بطولة كأس العالم 2026، يعني ما غيش يلعبوا في هاد كوب دي موند 2026 اللي منظم في ميريكان، ما غيش يلعبوا ان شاء الله باذن الله. دابا هذا القرار محطوط، خصو غير يتطبق، ما كرهناش حنا يتطبق. علاش؟ راه واحد الماتش راه مؤخرا في مصر كانوا لاعبين تا وقع مشكل. شنو قال لهم المدرب؟ قال لهم خرجوا. المدرب خرج اللعيبيه ديالو كاملين، ما كملش الماتش، قال لهم خرجوا، انسحبوا تا هما. شي الا ما كانش، الا ما تطبقش هذا القرار هذا باش يكون عبره للمدربين الاخرين كاملين، باش ما تكونش فوضى في القاره الافريقيه، باش ما تكونش فوضى في كره، ضروري خص تكون محاسبه. الا ما كانتش محاسبه راه غادي تكون فوضى، غير باش نكونوا واقعيين. وان شاء الله يكون خير، حنا كنتمناو هذا الشيء يتطبق باش تكون عبره كاع المنتخبات.